اليوم ينعقد الهيئة العامة المؤتمر التأسيسي الثالث لانتخاب قيادة المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين، وخصوصا بعد الاندماج الكبير الذي حصل بين الأخوة في تيار الوطني الكردي الفيلي وكذلك المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين لاختيار قيادة موحدة، وكذلك أيضا انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي. وهذا بالتأكيد سوف يعزز الملف الفيلي نحو الأمام أكثر فأكثر، والوجود الفيلي خصوصا يعني في المشهد السياسي العراقي تعزز بعد انتخاب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ محسن علي أكبر المندلاوي، وهذا يأتي من باب تقوية الملف الفيلي، وخصوصا ونحن مقبلون على انتخابات عامة مفصلية مهمة، وخصوصا أيضا العراق يواجه تحديات مهمة على الساحة السياسية، وبالتالي يجب أن يكون هناك وحدة فيلية متماسكة، والحمد لله هذا ما نعمل عليه اليوم. وإن شاء الله سوف يخرج هذا المؤتمر التأسيسي الثالث بنتائج مهمة لأبناء شعبنا العراقي وخاصة أبناء المكون الفيلي. اليوم هو أحد الأيام الكبيرة بالنسبة للكرد الفيليين. اليوم المؤتمر التأسيسي الثالث المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين. نعم، نحن مؤسسين، أنا أحد المؤسسين للمؤتمر في دورته الأولى. اليوم يجتمع الكرد الفيليين تحت راية واحدة، والباب مفتوح للجميع. الهدف من عندنا، هدفنا ودائما وأبدا هو جمع الشمل ولم الشمل من أجل أن نحقق يعني ما نستطيع أن نفعله. المرحلة الموجودة، الوضع الإقليمي، الوضع المحلي، الوضع الدولي يستوجب أن يكون إيد واحدة، والفرقة وليست بصالحنا. نحن متفائلين بهذه الوجوه الطيبة. الأخ دكتور طارق جهان بخش طارق المندلاوي رجل يعني قدم الكثير خلال هذه الفترة، خلال السنوات هذه، وله جهد كبير ومشكور. نحن إن شاء الله حنكون إلى سند وعون إلى في المرحلة القادمة من أجل ما نستطيع أن نحصل عليه من حقوق الكرد الفيليين فيما يتعلق بشهدائنا وسجنائنا وأملاكنا التي صودرت في عهد النظام البائد. نحن الكرد الفيليين نفخر بأننا نحن من حاكم صدام حسين وأعدم صدام حسين، وهذا شرف كبير إنه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون أخوة. انطلاقا من هذه الآية المباركة، اجتمع أبناء المكون الفيلي من الكرد الفيليين في هذا اليوم في محافظة بغداد العاصمة، حيث أقيم هذا المؤتمر التأسيسي الثالث للمؤتمر العام للكرد الفيليين، وباجتماع جميع الأخوة من المكون الفيلي وإعلامهم بما جرى على المكون الفيلي من المظلوميات وما جرى عليهم من مظلومية في الزمان البائد، في زمان النظام البائد من أعوان الحزب المنحل. وكذلك أقيم هذا المؤتمر في بغداد لإحياء الأمة الفيلية، واجتمع فيه أبناء المكون الفيلي من كل حدب وصوب. طبعا احنا اليوم فرحانين بهذا اليوم، افتتاحية واختتام المؤتمر الثالث التأسيسي للمؤتمر الكردي الفيلي. نرحب بجميع الضيوف ونوحد هذا يعني اليوم خلينا نقول توحيد الصفوف البيت الكردي الفيلي ولم الشمل، وإن شاء الله بادرة خير علينا وعلى الجميع.